هنعمل النهارده افكار حلوه قوي من عجينه السيراميك بطرق تلوين وتشكيل مختلفه. الفيديو مليان معلومات كتيره جدا، ما تفوتوش ولا دقيقه فيه، وبجد هتستمتعوا جدا بالشغل في العجينه. اول حاجه دي عجينه منزليه، وانا عملتها معاكم بطريقتين، العجينه المطبوخه والعجينه البارده. هحط لكم لينكات الفيديوهين في الكومنتس. انا النهارده استخدمت العجينه البارده، ودايما كنت بقول لكم تبقى مطاطيه كده وما نزودش فيها النشا، بس في افكاري النهارده هتساعدكم قوي العجينه الناشفه شويه اللي بتقطع دي، فانا زودت لها شويه نشا وعجنتها تاني عشان تبقى بالقوام ده. نفرد العجينه بقى بسمك متوسط، ما تبقاش رفيعه قوي ولا سميكه قوي. نجيب بقى طبق مدور او نجيب قطاعه زي دي قطعه دونات. القطعات الاستانلس دي عامه بتاعه الكوكيز والدوناتس والحاجات دي بتبقى حلوه قوي مع عجينه السيراميك، والقطعات البلاستيك كمان حلوه، بس دي بتبقى حد اكتر فبتبقى احسن في الفينش. شوفوا بقى، عشان العجينه مش طريه قوي قوي، يعني لما بنيجي نشيل الدايره شكلها ما بيتغيرش، عشان كده قلت لكم بالنسبه للافكار دي الاحسن ان احنا ننشفها شويه. ده الطبق اللي انا عايزه اخد الدوران بتاعه، فهسيب العجينه تنشف فيه، بس قبل ما احطها لازم يبقى تحتها بلاستيك عشان ده هيساعدني اخرج العجينه بسهوله من الطبق. انا كنت شغاله بسرعه، بس العجينه وشها نشف شويه، فلما حطيتها في الطبق كرمشت كده من الاطراف. فكل اللي هنحتاجه ميه، والميه دي يا جماعه سحر بالنسبه لعجينه السيراميك، على الرغم من ان عجينه السيراميك عدوها الميه والرطوبه بعد الجفاف، لكن اثناء الشغل ما بنستغناش عن الميه خالص، حرفيا بتصلح كل مشاكل العجينه. نسيبها بقى تنشف في الهواء تحت المروحه او في الشمس، المهم بعيد عن التكييف. وبالنسبه للشكل التاني ده ما كانش ليه عندي قطاعه، فقصيت ورقه مربعه بالمقاس اللي انا محتاجاه، دي كان مقاسها 10 في 10. ثبت الورقه على العجينه وبدات اقطع الزياده بالمسطره، وممكن كمان تستخدموا سلاح قطر. ولحقتها قبل ما تنشف بقى، ودهنتها طبقه من الميه على يعني مظبطه الحروف بتاعتها، لان هي ما كانتش مقصوصه احسن حاجه. نستخدم الميه وننعم الحروف بيها عشان ما يبقاش فيه مجهود كبير قوي في مرحله الصنفره. صحيح نسيت اقول لكم ان احنا بنفرد العجينه من غير ولا نقطه فازلين ولا حتى زيت على السطح اللي احنا شغالين عليه، ولا حتى بحط على العجينه. اولا لو العجينه مظبوطه مش هتلزق اصلا ومش هنحتاج نعمل كده. ثانيا لو عملته كده بقى ده هيبقى عازل كبير قوي ما بين العجينه وما بين الهواء، يعني مش هتنشف مهما حطيتوها في شمس او في حر او هواء، برده مش هتنشف. كده خلصنا الشكل التاني وهنسيبه ينشف ونعمل تالت شكل. نجيب اي ورقه عندنا ونقطعها كده حتت صغيره، نبدا نكرمشها على شكل كوره، ولو احتاجنا نكبرها بنحط لها ورقه كمان زي كده بالظبط. او بقى لو عندكم كور صغيره ما تعملوش الخطوه دي. واخر حاجه محتاجين نغلفها بلزق شفاف عشان ما تلزقش في العجينه، او حتى تغلفوها بالبلاستيك الغذائي. والكوره دي بقى انا احتجت منها 5. بعد كده نجيب العجينه بتاعتنا ونفردها. انا المره دي هعمل طبق اكبر شويه من التانيين. نركز بقى واحنا بنفرد ان احنا نخلي العجينه كلها مستوى واحد، ما يبقاش فيها حته رفيعه وحته سميكه. نجيب اي طبق عندنا كده عشان ناخد مقاسه، ونقص العجينه كده بالقطر ونشيل الزياده. ومسطره كده بتساعدنا عشان نشيل العجينه، هي ما بتبقاش لازقه، يعني هي بس من الفرد بتمسك شويه في السطح اللي احنا شغالين عليه. ودي طريقه تاني عشان اسوي بيها الحرف، ممكن نقصه كده بالمقص، ولو احتاجنا نستخدم الميه ننعم بيها الحروف برضو هنستخدمها عادي. حطيت طبقه من الميه عليه عشان ما يكرمش وما ينشفش مني وانا شغاله. جهزت طبق حطيت عليه كيس بلاستيك او بلاستيك غذائي، حطيت العجينه عليه، وبعدين بدات ارفعها كده من اماكن متفرقه، وبحط تحتها الكور اللي احنا عملناها. طريقه تشكيل جديده وسهله كده ومن غير قالب، كمان الشكل هيطلع مميز جدا. نسيبه ينشف بقى ونعمل اللي بعده، وده اخر شكل هنعمله مع بعض، واكتر شكل انا كان نفسي انفذه اصلا. كل اللي هنحتاجه ورقه مطبوعه زي دي بالشكل اللي احنا عايزين ننفذه، والصوره دي انا هحطها لكم في الكومنتس. بعد كده هنحتاج ورق زبده. ورق الزبده اللي احنا بنحطه على الصواني ده في المطبخ، فهو ورق شفاف زي ما انتم شايفين كده، فلما نحطه على الرسمه هنقدر نشوفها بوضوح. ثبت الورقتين في بعض بحته صغيره جدا من الدبل فيس عشان خاطر ما يتحركوش والرسمه تطلع معايا مظبوطه. هنستخدم قلم رصاص يكون نوعه كويس عشان يساعدنا واحنا بنطبع على العجينه. وكل اللي انا بعمله ان انا بشوف الرسمه كلها بكل تفاصيلها عادي على ورق الزبده. ورق الزبده ده بالنسبه لي وسيط، هينقل لي الرسمه من الورقه المطبوعه للعجينه. كده الورقه بقت جاهزه. نجيب العجينه بتاعتنا ونفردها بسمك متوسط. بعد كده هنجيب ورقة الزبدة ونخلي الناحية اللي مرسوم عليها بالرصاص هي اللي على العجينة، نحطها كده ونضغط عليها كلها عشان ننقل الرسمة بالكامل على العجينة. ووضوح الرسمة على العجينة ده متوقف على القلم الرصاص، لو مستخدمين قلم رصاص 2B أو 3B الرسمة تبقى أوضح من كده، بس أنا كنت شايفاها عادي. نبدأ بقى نقص بالقطر كده واحدة واحدة، وأي زيادة نطلعها نشيلها على طول عشان ما ترجعش تلزق في العجينة. وأنا بقصها كده خليني أقول لكم إزاي بنجفف عجينة السيراميك. أحسن سطح تستخدموه لتجفيف عجينة السيراميك هو السفنج، بيسمح إن الهواء يدخل العجينة من جميع الجهات، بس في الحالة اللي احنا فيها كده مستخدمين قالب فمش هنستخدم السفنج، فمفيش مشاكل برضو العجينة هتنشف. ولكن خطوة أساسية لو هنستخدم سفنج أو هنستخدم أي حاجة تانية إن احنا نقلب العجينة كل ساعتين عشان تنشف بالتساوي، ولو ما عملتوش كده في ناحية هتنشف أكتر من التانية وهيحصل تقوس للشكل. فبالنسبة للأطباق دي أنا كنت حطاهم جوه الطبق، وبعد ساعتين قلبتهم وقلبت الطبق كمان، حطيتهم على الطبق كده وهو مقلوب عشان يفضلوا واخدين نفس الشكل، وادوها وقتها بقى عشان تنشف، لان هي بتقعد شويه كتير، يعني احنا في الصيف والجو حر زي ما انتم شايفين كده، ومع ذلك قعدت معايا 3 ايام عشان تنشف. فلو في الشتاء مثلا ممكن تقعد معاكم اسبوع او اكتر، فما تقلقوش
تقلقوش من تاخيرها. العجينه بتنشف في الهواء، ما بنحتاجش ندخلها فرن. لما تحسوا انها نشفت شويه كده والشكل ثبت ممكن تنقلوها على سفنج عشان تنشف اسرع. كده عجينه السيراميك نشفت، وبصوا لما بتنشف بتبقى صلبه جدا. هندخل دلوقتي على مرحله الصنفره، وعندنا نوعين من الصنفره، صنفره خشنه شويه زي دي كده، ودي بنحتاجها مع الاماكن اللي بايظه شويه، وعندنا الصنفره الناعمه، ودي بقى للاماكن اللي هي اصلا مظبوطه بس يعني فيها حاجات بسيطه قوي، فما بنستخدمش الخشنه وبنستخدم الناعمه عشان الخشنه بتشيل كتير وممكن تبوظ لنا القطعه. وعايزه اقول لكم كل ما كنتم شغالين بحذر ومنعمين القطع كده والحواف بالميه كل ما سهلتوا على نفسكم قوي مرحله الصنفره دي. العجينه وهي طريه بيبقى التعديل عليها اسهل بكتير من بعد ما تنشف. وزي ما انتم شايفين كده الاطباق اللي معايا تقريبا كلهم مظبوطين ما عدا حاجات بسيطه قوي في الاحراف، فانا تقريبا استخدمت الصنفره الخشنه بس مع الحرف، والقطعه من جوه كانت ناعمه جدا وما كانتش محتاجه اي صنفره ولا خشنه ولا ناعمه. كده خلصنا مرحله الصنفره بسلام. نخش بقى على مرحله التلوين والرسم والابداع كله. اي نعم ما بعرفش ارسم بس هعمل اشكال على قد كده. والنهارده هنستخدم الالوان الاساسيه من ارتمينيا وهنطلع منها كل الدرجات اللي احنا محتاجينها. كمان هقول لكم رايي فيها. كمان هستخدم من عندها طقم المدقات ده حلو جدا في التلوين. ده اول طبق انا هلونه، كنت عايزه اعمل درجه بينك كده ودي سهله قوي. اخدت الابيض والاحمر ودمجتهم مع بعض وبعدين لونت الطبق. وخلوا بالكم الالوان لما بتنشف بتغمق درجه او درجتين عن اللون اللي احنا دهناه. وبعد ما نشفت عملت نقط باللون الابيض بظهر المدق الصغير ده. تاني طبق هلونه هو ورقة الشجر، وطبعا محتاجة لون أخضر. كنت عايزة أعمل درجتين أخضر، أخضر غامق وفاتح، فأخدت كميات متساوية من اللون الأزرق والأصفر وخلطتهم مع بعض عشان أعمل الدرجة الغامقة، بس حسيت إن هم قليلين شوية مش هيكفوا يعني الطبق، فزودت شوية كمان برضو بكميات متساوية من اللونين. كده تمام قوي الدرجة دي. الألوان لطيفة وتغطيتها حلوة، كمان فيها لمعة حلوة قوي بعد ما بتنشف، بس هي خفيفة ما بتحتاجش إن احنا نخففها بالمية، فأنا كنت بستخدم الألوان كده دايركت من غير تخفيف. لونت الطبق كله باللون الغامق وسبته ينشف، وعملت الدرجة التانية. حطيت حاجة بسيطة قوي من اللون الازرق وكترت من الاصفر وعملت الدرجه التحفه دي. هستخدم اكبر واحد من المدقات وده هيساعدني جدا في التكنيك اللي انا هعمله. هنحتاج ورقه نخفف عليها اللون، وناخد كده من اللون ونخففه الاول وبعدين نلون بالراحه كده عشان ما نخشش جوه التفاصيل ونلونها. انا عايزه اللي جوه يبقى غامق واللي بره فاتح، وحتى اللي بره مش عايزه الونه كله فاتح، عايزه يبقى فيه فاتح وغامق زي ما انتم شايفين كده. شوفوا شكلها حلو ازاي. بعد كده هلون الطبق المربع ده، فانا فتحت اللون الازرق ده شويه يعني يبقى اغمق من اللبني شويه كده. بعد كده لونت الطبق، ومش قادره اقول لكم بقى انا بحب المدقات دي قد ايه. لونته كله وسبته ينشف، واستخدمت عصايه شيش طاووق وعملت نقط باللون الاصفر وسبتها تنشف، وبعدين عملت حواليها نقط باللون الابيض. واحلى حاجه في الالوان الاكريليك دي ان هي بتنشف بسرعه قوي، فهتلاقوا نفسكم شغالين ورا بعض كده على طول. على فكره تقدروا تلونوا العجينه بالوان زيت، بس هي مشكلتها ان هي بتاخد وقت شويه، وكان ممكن كمان وهي العجينه طريه نحط عليها الوان باودر، الوان طعام يعني، ونقلبها معاها هتتلون ومش هتغير في قوام العجينه لان هي باودر. كان ممكن كمان نحط لها الوان اكريليك وهي طريه كده ونعجنها معاها، بس الوان الاكريليك بتغير شويه في قوام العجينه، فلو هتلونوها في المرحله اللي هي عجين لسه كده ما نكترش من الالوان السايله اللي زي كده عشان العجينه ما تلزقش منكم. طبعا مستغربين من الشجره اللي انا عماله الون فيها دي، بس انا كنت عملتها بعد ما قفلت الكاميرا، افتكرت اعملها كده بصراحه عشان اغير من الاشكال اكتر، وحسيت انها سهله يعني مش محتاجه اصورها. كنت عايزه احط في الجزء الرفيع من فوق ده الخواتم، وعشان نجيب الدرجه البني بقى هنحتاج اللون الاحمر، نحط نص الكميه من اللون الاصفر ونحط نقطه بسيطه من اللون الاسود، ودرجه البني هتيجي معاكم بكل سهوله. فلو عاوزين توفروا على نفسكم هاتوا الالوان الاساسيه بس وطلعوا منها كل الالوان اللي انتم محتاجينها. اخر حاجه هنلونها بقى الطبق الصغير المدور الكتكوت ده، هنلونه الاول باللون الابيض، وما تقولوش ان هو لونه ابيض اصلا لان العجينه بتبقى مصفره كده شويه. الطبق ده بقى هنزينه بطريقه بسيطه قوي. احتاجت شويه صغيرين من اللون الاسود وخفتهم بشويه صغيرين جدا من الميه، لان لازم في التكنيك ده يكون اللون سلس جدا والا كل حاجه هتبوظ. محتاجين ورقه عشان ما نبهدلش الدنيا، وفرشه ناخد بيها اللون، والفرشه التانية بحطها عكس كده واخبط عشان يبدا ينزل نقط عشوائيه كده على القطعه بتاعتنا. ورغم ان هم اختلفوا في الاشكال والالوان كمان، ولكن اتفقوا في حاجه واحده بس، اللون الذهبي ده اسمه ذهبي ايطالي وبجيبه من عند محلات الحدايد والبويات، بس لازم نقلبه كويس قوي قبل ما نستخدمه لان اللون بيبقى فاصل كده، وبجد درجه الذهبي بتاعته خطيره خطيره خطيره. عملت الحرف ذهبي في كل الاطباق اللي انا عملتها، بجد بيليق على كل الالوان. انا عجبني قوي الحرف الذهبي ده، فقولوا لي انتوا رايكم بالذهبي احسن ولا من غيره. بعد كده ثبت الشجره في الطبق بالسوبر جلو. واخر خطوه خالص استخدمت ورنيش مائي من ارتمينيا، وبرغم ان الالوان بجد كانت زاهيه وفيها لمعه كده، بس بنحط الورنيش المائي مش عشان بس القطعه تلمع، احنا بنحطه كعازل عشان نحافظ على العجينه، فممكن تحطوا منه طبقه او 2 أو 3 براحتكم. المهم لو هتحطوا كذا طبقه هنسيب كل طبقه تنشف وبعدين نحط الطبقه اللي بعدها، ونحط الورنيش من غير تخفيف عشان نوصل لاحسن نتيجه. وزي ما انتم شايفين كده انا بحط طبقه سميكه شويه، وما تقلقوش لما بينشف بيبقى شفاف والقطعه بتلمع وبتبقى حلوه قوي. ومش معنى ان احنا عزلناها بورنيش مائي ان احنا نعرضها للميه، الورنيش المائي
وبنعزل بيه القطع اللي مش تستخدم مع الميه عشان نحافظ عليها من الاتربه والرطوبه، كمان نقدر ننضفها بسهوله، ولكن ما ينفعش نعرضه الميه. وده شكل الاطباق بعد ما نشفت، وشوفوا لمعتها وشوفوا حلوه ازاي. وعلى فكره دي طبقه واحده من الورنيش المائي. بجد عجينه السيراميك دي شغلها ممتع جدا، بس هو محتاج صبر ووقت. تقدروا بقى تستخدموا الاطباق دي نحط فيها الاكسسوارات بتاعتنا، او نحط المفاتيح او التوك او السبح اللي زي دي كده، اي حاجه صغيره وبتضيع. بجد شكلها في منتهى الشياكه، وموضوع ان انتوا اللي عاملينها بنفسكم دي ليها طعم تاني خالص. طبعا مهما اوصف لكم مش هقدر اقول قد ايه الفيديو ده تعبني وخد مني مجهود ووقت، فاتمنى بعد الفيديو ده يكون معاكم كل المعلومات اللي انتوا هتحتاجوها عشان تقدروا تنفذوا بيها الاشكال اللي نفسكم فيها. طبعا هسيب لكم لينك ارتمينيا في الكومنتس عشان لو حابين تطلبوا الالوان، واكيد ما تنسوش تقولوا لي رايكم وانهي شكل عجبكم اكتر.